انا اسمي عمر زكريا من اسكندريه، مخرج افلام قصيره مستقله، بعمل افلام سيلفي. عملت 3 افلام، من ضمنهم فيلم نقطه ضعف، فيلم لحظه غضب، فيلم غير متاح. شاركت في العديد من المهرجانات. كنت واخد مركز اول اسكندريه في مهرجان ابداع 2 السنه دي. انا بعمل افلام ونفسي رسالتي توصل للناس. بعمل افلام هادفه للشباب والمجتمع. الافلام اللي بعملها طبعا افلام قصيره بتتراوح من 10 دقائق ل 5 دقائق 3 كده. شاركت في 3 مهرجانات. كان اخر مهرجان ليا مهرجان اسكندريه. كنت مشارك قبليه في مهرجان الاسماعيليه الدولي، ومهرجان اسكندريه كان مهرجان دولي برضو. الفكره جت معايا من الاول، يعني تقريبا مثلا يعني من 4-5 سنين كده كنت عايز اعمل فيلم، وكان ليا اصدقاء بيعملوا افلام بس حاجات كوميدي وكده، وكلمتهم فمفيش حد يعني قدر اللي انا عايز اعمله وقدر الموهبه وقدر الفكره، فقررت ان انا اشتغل لوحدي. فبدات بفيلم لحظه غضب، عملته لوحدي، وكنت عامل 2 توأم. كان تمثيل، اخراج، المونتاج، القصه، السيناريو، الحوار، التصوير. كنت بحط الكاميرا قدامي وعايز اشكر طبعا والدتي انها كانت بتساعدني في التصوير في بعض المشاهد. بس الفيلم طبعا باخده بنزله على اليوتيوب وعلى الفيس وكده، ده اللي قدامي حاليا بالاضافه للمهرجانات طبعا. والفيلم محقق ايرادات كويسه على النت والناس مبسوطه منه يعني. بس وانا اتمنى طبعا ان انا يكون ليا مستقبل بعد كده في الاخراج، واعمل افلام كبيره سينمائيه ورسالتي توصل للناس كلها. مش ناوي تبطل بقى اللي بتاخده ده؟ هبطل ان شاء الله. هتبطل امتى بس؟ يا ابني انا خايف عليك، الحاجات دي اخرتها وحشه. خلاص يا عم، ايه المشكله؟ عارف ايه المشكله؟ المشكله انك مش عارف تسمع غير نفسك وبس. ده انت حابب الموضوع ومستمر فيه، مع انك عارف انه غلط، ومع ذلك بتعمله، وخايف تعيش الواقع او تواجه الحياه، او تهرب الأرض اللي بتاخده، مع ان غيرك يتمنى يعيش مكانك ولو يوم. هي دي حياتك. انت ضعيف، بجد ضعيف. فكك بقى، ما تعملهاش حكايه. المهم خطوبة معتز كمان 2 أسبوع، كلمني وعزمني ولازم تيجي. ده موصيني. ماشي. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. الو يا باشا، امورنا يا باشا. تمام تمام. والتنفيذ امتى؟ تخلص يا باشا. عناية يا باشا، عناية. موافق يا باشا. خلص يا باشا، خلص. ايه اللي انا بسمعه ده؟ تنوع على ايه بالظبط؟ في ايه؟ انا راجع للناس حقها. حرام عليك، كفايه بقى. انت ايه يا اخي؟ مش عايز تنضف؟ انت اللي كفايه بقى. انت مش حاسس بيا؟ انا تعبان، ارحمني، انا مش ناقص. يا ابني انا حاسس بيك. مش معنى ان في حاجه راحت من حياتك يبقى كل حياتك انتهت. انت ما شفتش اللي انا شفته، ولا اتقابلت زيي. دايما كلامك معايا على ان انا وانت واحد. احنا فعلا توأم وفعلا شبه بعض، بس من بره انا حاجه وانت حاجه. دماغي غير دماغك، وحياتي غير حياتك، ومستحيل نبقى زي بعض. كل الحكايه ان انت اخترت تكون كده،
وانا كمان اخترتك من كده. يمكن يكون عندك حق في كل اللي انت بتقوله، ويمكن اكون بعاملك على ان انت انا، بس بقى اني فعلا خايف عليك وبحبك بجد، ونفسك تكون احسن مني وتبطل كل ده. كون ان انت اخترت تكون كده فده مزاجك، ممكن تبعد عن كل ده برضه مزاجك. الموضوع كله محتاج اراده منك. المدة كده اتعرضت لمشكلة كبيرة وانت تعرفها كويس، واتعرض عليا في وقتها حاجات كتير قوي وفلوس اكتر، طبعا بطرق غير مشروعة. كنت هبقى واحد تاني خالص. وساعتها قعدت ادور على آية من كتاب ربنا تطلعني من كل ده. لقيت قدامي آية واحدة مش بتفارقني: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفعلا المشكلة اتحلت لوحدها مع الوقت، والموضوع كله كان محتاج شوية صبر، لأنه كان اختبار من ربنا. وأنا بحبك حب إنك فعلا لا. في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ مالك؟ قلت لك كده ليه؟ في ايه؟ ما ترد عليا. خلاص انا مش عايز كلام كتير، افصل. انت رحت برضه عملت اللي في دماغك؟ طب ليه كده؟ حرام عليك. بقول لك ايه، انزل انزل امشي، ما توريش وشك تاني. انزل فين؟ انزل فين؟ مش بعيد يكونوا واقفين تحت. خلاص يبقى انا اللي هنزل ومش راجع غير لما